السلام عليكم، اهلا بكم متابعينا الكرام وتابعاتي الكريمات دائما وابدا على قناه اخبار الطريق. دائما معنا الضيوف الكرام اولاد الدار سي عبد السماعلي على يميني منير بن كبيره. نبارك جميع المغاربه عيد مبارك سعيد، لأن هذه الحلقه تاتي تزامنا مع موعد عيد الاضحى. غندوزو بعد سي عبد السلام نباركوا لك العيد وعاد ندوزو نناقش الحلقه. شكرا سي محمد، شكرا سي منير، شكرا كذلك لجميع المسلمين او المسلمات في انحاء العالم. عيد مبارك سعيد للجميع. منير مرحبا بك وعيدك مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد لجميع الامه الاسلاميه فينما تواجدوا، وايضا للشعب المغربي قاطبه. وبطبيعه الحال الحلقه ديال الموضوع غتكون كتصب يعني في الصدد ديال العيد الاضحى وما يرافقه من سلوكيات ربما تكون احيانا ايجابيه واحيانا كتكون سلبيه. اليوم للاسف الشديد غندويو على واحد الطابع سلبي في المغاربه اللي هي اللهطه مع اقتراب المناسبات الدينيه كيفما كانت، رمضان، العيد يعني الفطر والعيد الاضحى. الان عيد الاضحى رغم انه القرار ديال سيدنا او يعني القرار ديال سيدنا بمنع ذبح يعني الاضحيه ديال العيد ولا اهاب بالمواطنين عدم ذبح يعني اقامه شعيره عيد الاضحى، لكن رغم هذا وذاك يعني المغاربه كنشوفونا اللهطه ولهفه كبيره على المجازر من اجل اقتناء اللحوم الحمراء بكثره. وهذا الامر سلبي، اولا كيرفع من الثمن ديال اللحوم، وثانيا لا يكرس التعامل بجديه مع القرارات الملكيه. سي عبد السماعلي كيفاش كيبان لك السلوكيات؟ شكرا سي محمد على الموضوع، وشكرا كذلك للاخوان المتابعين الكرام لقناه اخبار الطريق، وشكرا للسي الصحفي سي محمد بن كبيره اللي هو منورنا هذا النهار هذا. عواشر مبروكه من جديد لكم ولجميع المواطنين. غير اللي بغيت نقول لك السي محمد، اللي الغريب في الامر اللي بغينا نعرفه وهو اضحيه العيد سنه ليس بواجبه، انما هي سنه على الغني والفقير. درتيها لك اجر، لك اجر، ما درتيهاش ما غاديش تحاسب عليها. ولكن الغريب في الامر اللي كنشوفوا الناس كيذبحوا في السريه ولا كيمشيو يقلبوا ولا كيجتهدوا ولا نسميوها كما كانت. هو ما كيصليش حتى الصلاه، ما كيديرش الفرض، هو خلى الفرض اللي هو غيتحاسب عليه ومشى للسنه اللي ما غيتحاسبش عليها، وكيدير كثر من جهده وكيتقطع ويدير السنه. وماشي غير في الاضحيه السي محمد، انما في جميع الشعائر الدينيه ربما كيخليو اللي هو فرض وكيمشيو للحاجه اللي هي ماشي يديرها ولا ما يديرهاش. هذا اش كيدل ربما عدم الوعي او لا حاجه اخرى. خلينا العباده وتبعنا العاده، هذا هو الغريب في الامر، وما خصناش نمشيو في هذا السياق هذا، وخص الانسان يوعي. واكثر من هذا الشيء السي محمد كيقولوا الانسان جلاله الملك نصره الله الغى اضحيه العيد، ماشي الغى العيد. حنا دابا راه كنقولوا ما عيدناش هذا العام، لا العيد كاينه، شعيره العيد كاينه، انما الاضحيه هي اللي ما كايناش. انما الاحتفال بالعيد بمناسبه العيد راه هذا واجب علينا، نمشيو للمصلى نصليو ونديو النسك اللي علينا ديال العيد، وكذلك الصيام عرفه وزيد هذا الشيء راه كاين. ولكن جلاله الملك رفقا بالمغاربه حيد، وكذلك الاقتصاد، الامور الاقتصاديه ديال المغرب راه واضح الامر علاش العيد تلغى، وماشي اول مره يتلغى العيد. حنا بالنسبه لي انا شويه كبيره تلغى جلاله الملك الراحل الحسن الثاني لغاه تقريبا 2 مرات. هذا الشيء راه معروف في الدول الاسلاميه كاملين، ماشي غير العيد اللي كتلغى. ملي كنشوفوا شي ازمه في شي جهه اخرى كنحاولوا نستدركوا الوقت باش تخلف عندنا هذيك السلعه اللي ما كاينه. منير نحاولوا شويه نناقشوا هذا الموضوع من الجوانب كلها. الجانب الأول محمد وهو طبقا لما قاله سي عبد السلام، المشكل في المجتمع المغربي هو أنه أصبحت واحد الظاهرة تنمو بين ظهرانينا، وهو ما يسميه البعض بالبطولات الإسلامية. فالناس تجاوزوا القيم الإسلامية وتجاوزوا المفاهيم الحقة للإسلام، وبدأوا يصنعون إسلاما آخر نقدروا نسموه إسلام مغربي. هذا الإسلام يعني قوامه وهو رياء قدام الجيران، خصني نبان معيد وجايب راس السوق، ليس فقط
باش نقدمها أضحية لله أو لا قربانا لله، ولكن فقط باش أنني قدام الناس نبان بطل وشخص مرموق وشخص عنده الفلوس. فحتى وأن جلالة الملك نصره الله وحفظه الله الله يشافيه رفقا بالبسطاء ورفعا للحرج عنهم، أهاب بشعبه إلى عدم إقامة شعيرة ذبح الأضحية والاحتفاظ بباقي الطقوس التي ترافق عيد الأضحى المبارك، إلا أن فئة واسعة من المجتمع المغربي وخصوصا هذوك اللي بالضبط سيدنا رفع عليهم الحرج، الفئة الفقيرة والهشة، يبادرون بل يسارعون بل يقفون ويصطفون بالصفوف أمام الجزارة، ويعني يبيعون كرامتهم ذليلة أمام الجزار الذي يطلب مقابل الدورة 600 و700 درهم، ويشترونها دون أن يرفع لهم جفن، مع العلم أن هذا العمل هذا لا يشكل فقط خطرا على السنة أو المسألة الدينية، بل لأن هذه القضية أعمق من ذلك. القطيع المغربي والجفاف الذي امتد ل8 مواسم متوالية ضربا في قلب القطيع المغربي، وإذا استمرنا في عملية الاستنزاف والذبح سنؤثر سلبا في السنوات القادمة، وربما نضطر إلى الاستيراد ونحن لسنا كفءا له ولسنا أهلا له، غنزيدوا نرفعوا ونصرفوا العملة الصعبة التي نحتاجها في مسائل أخرى. فكنظن محمد على المغاربة أولا قبل إعطاء المواعيد والبطولات وغيرها أن نحتفظ لأنفسنا بالوطنية الحقة اللي ولفناها على أن أوامر وتوجيهات جلالة الملك وملوكنا دائما فوق الرأس. احنا عارفين على أنهم لا ما غيقوموش بشي خطوة ضدنا، بل هي في مصلحة الوطن والشعب والفقير أولا، لأن الملك مالك الفقراء. منير سي عبد السلام، حتى للاسف الشديد هاد الناس، حتى الناس اللي يتبررون او يبررون هاد السلوكيات ديال اقتناء اللحوم ولا الذبيحه السريه قبل عيد الاضحى بيوم او بايام، يبررونها بتطبيق السنه والشريعه ياك والشعيره ديال اقامه الذبيحه. لكن حنا كنعرفوا الاضحيه لا ما ذبحتيهاش مور الصلاه ديال العيد فهي ماشي شعيره، فهي غير لحم تصدقت به على اهلك، لحم تصدقت به او يعني ذبحتها من اجل اللحم وفقط. يعني هاد الناس رغم انهم يبررون هاد الافعال ديالهم الشعيره لا يطبقون الشعيره. هنا كيبان بان القصد والمقصود ديالهم الاول هو داك اللهطه ديال اكل اللحوم وكافه، ماشي ديال يعني بلا ما يبقاو يديروا لنا راسنا كما كنقولوا في التراب، يقولوا لنا حكا حنايا راه كنطبقوا الشعيره والشعيره فوق القرارات الملكيه. يعني هذا الشيء راه واضحين فيها السبب. سي محمد شكرا مره اخرى. غير اللي بغيت نقول لك كما قال السي منير مشكور، بالنسبه كما قلنا هذه ذبيحه سنه، الا درتيها تجزى عليها وإلا ما درتيهاش ما عليك لا حرج عليك. ولكن كتنسى واحد القضيه اللي هو الله سبحانه وتعالى كيقولوا واطيعوا اولي الامر منكم، هذه راه غادي تحسب عليها، لحقاش هذا هو المشكل. جلاله الملك وولي امر، ولي الامر خليفه الله في ارضه، لحقاش الانسان راه عنده مسؤوليه وكيشوف القرارات اللي هي صائبه. وملي كنقولوا جلاله الملك راه يعني تتوافق المجلس الاعلى على تشاور مع المجلس الاعلى، وبلا غادي يذبح المغاربه كاملين، راه غادي يذبح واحد على راسو واحد على شعبه. هذه راه الرسول صلى الله عليه وسلم راه دارها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لي وهذا عن امتي. ولكن المغاربه كما قال السي محمد ما كيشوفوش هذا الشيء وما كيراعيوش لهذا الشيء. كيراعي هو الحاجه الممنوع مرغوب، كل ممنوع مرغوب. هذا هو المشكل اللي كاين. حنا نلقاو نتزاحموا في رمضان، نتزاحموا على الحوايج في العيد، نتزاحموا، ولكن هنا كطيح ليا في الدين ديالي كنقولوا الشعب المغربي فيه العاطلين عن العمل، فيه الفقراء، فيه الهشاشه. تنظن انا ما كاينش. ملي كنشوف هذا من هذا الجانب هذا كنلقى الهشاشه ما كايناش. يعني الناس اللي هما محتاجين تقريبا ما كاينينش عندنا في المغرب الحمد لله. كنمشيو للحوايج كنلقاو الزحام، كنمشيو للخرفان كنلقاو الزحام، يعني كلشي كيعيد، كلشي ب 600 درهم وكتشرى 700 درهم.
وضعاف القوم يشترونها. لا ولكن ضعاف القوم هذا هو المشكل الغريب في الامر، هو ضعاف القوم هما اللي كنلقوهم واقفين قدام الجزاره ماشي اغنياء القوم. ربما هناك احصائيات غنذكر بها، هناك احصائيات قامت بها دي فويس مورو الصحيفه، قالت على انه 86% من اغنياء المغرب من الاساس لا يقيمون شعيره عيد الاضحى، لا يؤدون شعيرة عيد الأضحى. إذا أكثر من يمارس شعيرة عيد الأضحى هم الفقراء. وتلدوها السي محمد ماشي كما يديوها، تلدوها ربما كيصدقوها، ربما كيتمنع عليهم باش غياكلوا هذاك لحقاش اغلبيه الناس ما كياكلوش. ولكن السي عبد السلام السؤال هنا شكون اللي غادي يجعلني أنا نوقف صغيرا ذليلا قدام الجزار يساومني على ما حقه 100 درهم 600 درهم؟ يعني شكون اللي غادي يضطرني؟ شنو يضطر؟ هذه اللي قلت لك قبيله البطولات الاسلاميه، يعني الانسان كيبغي يبان انه بطل في الاسلام. البطولات في الاسلام وهي ان تراعي حق جارك، ان لا تاخذ ما ليس لك، ان تقدم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه، كأن تحفظ وان تصون الاوامر الملكيه، ان تؤدي عبادتك على الطريقه الصحيحه، فرائضك وسننك ولا تؤذي غيرك. ولكن باش انت تبان علينا باللحام والدواره، وهنا غادي بين قوسين ساذكر ما قاله في إحدى المقالات ديالو سي يوسف السوحي، قال على أنه يعني أن تشتري الدوارة ب 700 درهم، فهذوك اللي كيشريوها دليل على أن في عقولهم ما في الدوارة، وربما هذا يكفي. سي محمد اش غنقول لك والسي منير، حنا كنقولوا الله يهدي ما خلق، وحنا علاش درنا هذه الحلقه غير باش ربما البعض يستافد، ودرنا قبل العيد باش الواحد يستافد، وغير اللي بغينا نوصلوا وهو سنه العيد ماشي فرض انما سنه. وغير كاين البعض اللي كيقول مؤكده، ولكن ملي كتلغى راه ما بقاتش مؤكده، يعني خصك تطبق الاوامر. يعني قال المسؤول ديالي ما غاديش نعيد، ما غاديش نعيد لمصلحه هذا الوطن والمصلحه العليا فوق الجميع. وتنتمنى عيد مبارك سعيد سي محمد لك هو لجميع المسلمين. ندوزو لواحد النقطه بغيف قبل ما نختموا هذه الحلقه. انا هذا الشيء كيخليني نتاكد من حاجه واحده، هي أنها لا مصداقية للمغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي. واش متفقين معايا ولا لا؟ طبعا الحال، لأنه 100% ماشي غير 90% من الناس اللي كانوا الموسم الماضي هم من يكتبون في الفيسبوك وفي السوشيال ميديا ويطالبون بإلغاء عيد الأضحى أو بذبيحة عيد الأضحى لأنها يعني تكبدهم الكثير وعائق أمام البسطاء والفقراء. هما نفس الناس اللي ربما الآن في مواقع التواصل الاجتماعي كيقول لك لا حنايا غادي نطبقوا الشعيرة ديال الشعيرة الدينية. واش ما كيبان لكم واش هذا تناقض؟ واش هاد الناس شوية ربما بسيكوبات؟ واش هاد الناس واش كيعيشوا؟ واش هذا مشكل كاين في الواقع ولا غير في مواقع التواصل الاجتماعي؟ انا بصراحه لا يعقل واحد اليوم كيكتب لك انا خصني تلغى العيد، وغدا ملي كيتلغى كيقول لك لا انا غنطبق الشعيره. اليوم كتلقى مثلا كيسيبورتي هذا المسؤول، غدا هذا المسؤول ملي كيولي هو في رئاسه الحكومه كتلقاك ضده كيسيبورتي واحد الاخر. واش هذا مشكل نعاني منه جميعا؟ دائما اقولها في مختلف التدخلات ديالي يا محمد، أقول على أنه ما بني على قاعدة جماهيرية لا يعني أنه صحيح. مجموعة كبيرة تتبع واحد الحاجة لا يعني أن ذيك الحاجة صحيحة. أنني نمشي وراء المجموعة لا يعني أنني على صواب، بل الأكثر من هذا وذاك محمد والسي عبد السلام هو أن الذي كتب بالأمس على حائطه الفيسبوكي مترجيا الدولة طالبا حقها وتدخلها من أجل إلغاء هذه الشعيرة لأنها فاقت ما ربما ثمنها الأصلي وأصبحت عناء فوق عناء وتكبده الخسائر، هو نفسه اليوم عندما أصبحت ممنوعة أصبحت بالنسبة له مستحبة، وأصبح يعني يسارع الزمان وكيخاف وكيتخبى من المقدم باش يشريها ويعمر الثلاجة ديالو باش ياكل داك اللحم اللي ولف كياكلها في عيد الأضحى. إذا هذا اش كيعني محمد؟ على أنه الفيسبوك ليس معيارا أو مقياسا
باش نبنيو راي او توجه او خط معين، ليس معيارا. المعيار الاساسي سي عبد السلام هو الواقع، لا اقل ولا اكثر. لا فعلا السي محمد مشكور على هذا التوضيح. غير اللي بغيت نسول، قيل كيسولوا المشاهدين الكرام واش شريتوا العيد؟ لا شرينا ظروف. واش شريتوا العيد؟ انا ما شاريش، انا راه ما شاري لا عيد لا والو، غير باش نكونوا صراحه مع المشاهدين الكرام. احنا ما معيدينش، احنا مطبقين قرار جلاله الملك، وكذلك احنا محلنا احنا مغاربه. كنا من اول الناس يعني المعجبين اشد اعجابا بالقرار الملكي الجريء والصحيح في وقته المناسب، من الوقت اللي قال جلالة الملك على لسان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي تلا الرسالة الملكية وفيها أهيب بشعبنا، انتهى الحديث. ومن ذلك الوقت اتخذنا قرارا على أننا مع السياسات والتوجيهات السامية لجلالة الملك ولا تهمنا حيثيتها. قرار صعيب، قرار صعيب يا سي محمد. رفع عليك الأداء كيفاش بغيتي انت، رفع عليك الأداء والحرج طبيعة الحال، لأن كما كيقولوا أدرى بشعبه أهل مكة أدرى بشعابها، وجلالة الملك أدرى بمصلحة شعبه. ايوا، وكما يعني ذبح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كبشين وقال هذا لي وهذا لأمتي، جلالة الملك هذا العام غادي يذبح أضحيتين وغادي يقول هذا لي وهذا عن أمتي وكفى، نقطة إلى السطر. لا، كل عام جلالة الملك يذبح كبشين على واحد عليه وواحد على البعض اللي ما معيدينش. انا لا، الناس ربما كيكون شي واحد من شعبه ما معيدش، جلالة الملك كيأدي عليه النسك ديالو. غير اللي بغيت نقول لك السي محمد، حتى اللي شهرات ما كاينينش، حتى تدخلات ديال الاذاعات خصهم يشهروا شويه، والناس راه ما عارفاش، الناس راه كاين اللي ما عارفش. خصنا الجرعيد وخص تدخل في هذا الشيء اللي هو مهم مع المغاربه ويوعوا شويه، كان شويه ديال كلشي عارف، غير الناس الله يهدي ما خلق كيتجاهلوا المعرفه. على اي اذا نصل متابعينا الكرام الى نهايه هذا العدد او هذه الحلقه اللي كانت استثنائيه. نبارك الجميع، عيد الأضحى عيد مبارك سعيد، أدخله عليكم الله بالسلوان وبالبركة وباليمن. أحييكم إلى موعد آخر، إلى اللقاء.